قال إمامنا الجزري رحمه الله: وبينا مقلقلا إن سكن وإن يكن في الوقف كان أبينا. مقلقلا رويت لنا عن الجزري بفتح القاف الثانية وبكسرها، فإن قلنا مقلقلا على وزن مفعللا تكون حالا لمفعول به محذوف تقديره حرفا، أو عفوا ليست حالا، صفة، أستغفر الله، صفة لمفعول به محذوف تقديره حرفا. بينا فعل أمر، والنون النون الثانية نون التوكيد الخفيفة، والفاعل ضمير مستتر هو أنت مستتر وجوبا. بينا حرفا مقلقلا، إذن أصل الكلام بينا أنت يعني حرفا مقلقلا، فمقلقلا صفة لمفعول به محذوف. بينما لو قلنا بينا مقلقلا بوزن مفعللا تكون كلمة مقلقلا حال، يعني بينا حالة كونك أيها القارئ مقلقلا. إذن فهمنا معنى مقلقلا وفهمنا معنى مقلقلا. وبينا مقلقلا أو مقلقلا إن سكن، أي إن سكن الحرف المقلقل، وإن يكن في الوقف كان أبينا. هذا القيد، قيد السكون الذي ذكره إمامنا الجزري، قيد لصفة القلقلة. القلقلة أيها الإخوة صفة لحروف قطب جد إن سكنت فقط، ليست صفة ذاتية كما ذكر ذلك بعض المعاصرين، ويعني هذا بالنسبة لي أراه كلاما غير صحيح. لماذا؟ لأن الصفة الذاتية أيها الإخوة لا تفارق الحرف في كل أحواله. لما نقول الشين متفشية، هي متفشية دائما، شا، شو، شي، شا، يعني ساكنة، مفتوحة، مضمومة، مكسورة، مشددة، كيفما تقلبت هي متفشية. هنا نقول إن التفشي صفة ذاتية، ولكن كيف أقول عن القلقلة إنها صفة ذاتية في قطب جد مع أنها لا تكون إلا في السكون؟ هل أقول عن قا إنها مقلقلة؟ هل أقول عن قو إنها مقلقلة؟ هل أقول عن قي إنها مقلقلة؟ هل أقول الحق أنها مقلقلة؟ أين قلقلتها؟ إذن ليست القلقلة في قطب جد صفة ذاتية، وإنما هي صفة عرضية تعرض لهذه الحروف الخمسة إن سكنت، كما نص على ذلك أئمتنا قبل الجزري رحمه الله والجزري وبعد الإمام ابن الجزري رحمه الله الجميع. وبينا مقلقلا أي حرفا مقلقلا إن سكن، فهذا هو قيد القلقلة. هذه الخمسة قطب جد قد شرحناها في الماضي بما فيه الكفاية، ولكن من باب التذكير هذه الخمسة تنطقها العرب إن سكنت مهتزة للتخلص مما فيها من الشدة والإزعاج الحاصل في جهاز النطق. إذن القلقلة في قطب جد ليست هكذا للتسلية، هي وظيفة صوتية القصد منها التخلص مما في هذه الخمسة الأحرف من الشدة. جربوا أق، جربوا أق، انطق قاف واقفلوا مخرجها أق. ألا تشعرون هنا في حلوقكم بضيق وانزعاج، لأن الهواء المضغوط محبوس خلف اللسان يريد الخروج فيجد الطريق أمامه مسدودة. بينما لما نقول أق، جربوا أق، أق، قد انفتح المخرج وخرجت القاف الساكنة المقلقلة بالتباعد بين طرفي عضو النطق لا بالتصادم. الأصل أن تخرج بالتصادم، لكن لو فعل العرب ذلك لحصل هذا الإزعاج، فبفطرتهم أخرجوا هذه الخمسة بالتباعد بين طرفي عضو النطق دون أن يصاحب ذلك شائبة حركة، لا فتحة ولا ضمة ولا كسرة. ولكن هذا الأمر، أمر القلقلة، متروك في اللهجات العامية المعاصرة. أنا لا أعرف شعبا يقلقل في هذا الزمان، شعبا عربيا من أقصى مشرق الوطن العربي إلى أقصى مغربه، مع احتكاكي
لا أريد أن أقول كل الشعوب العربية، أغلب الشعوب العربية المعاصرة مع احتكاكي بأفرادهم وانتباهي جيدا إلى نطقهم ما أعلم شعبا عربيا يقلقل في العامية. فكلنا عن بكرة أبينا يتكلف القلقلة عندما ننطقها في القرآن الكريم لنحاكي نطق العرب لها. فعندما الإنسان يتكلف شيئا ليس في لهجته العامية قد يصيب وقد يخيب. فلذلك نجد بعض المناطق مثلا القلقلة يأتون بها مقرونة بشيء من الحركة، إما ضمة أو كسرة أو فتحة، فيقول أحدهم لقد كان. وكم يزعجني بعض المؤذنين هداهم الله يقول قد قامت الصلاة. قد من أين أتيت بهذه الكسرة يا أخي؟ اتق الله. قد هذه دال ساكنة، ما يجوز لك أن تكسرها لا في الأذان ولا في القرآن. علينا أن نقول قد قامت الصلاة. يا محلى أن يقول قد قامت الصلاة بترك القلقلة ولا يكسرها، يبقى الأمر أهون، لأنه حينئذ يكون قد ترك صفة وهي القلقلة وأبقاها ساكنة غير مقلقلة. لكن أن يحولها إلى دال مكسورة هذا لحن جلي، لأن ما في عربي يقول قد كان أو قد قامت الصلاة، ما أحد يفعل هذا. فلينتبه إلى ذلك، هذا من عدم إتقان نطق القلقلة. أو يقول أحدهم إبراهيم مثلا، إبراهيم فيفتح الباء. وذكرت لكم قصة ذلك المتسابق الذي مر معي في إحدى المسابقات الدولية، فقال وقد كنت رئيس لجنة التحكيم فدعوا الله مخلصين له الدين. هكذا قال والله يا إخوة، فدعوا الله مخلصين له الدين. هو يريد أن يقلقل الدال الساكنة، ولكن علمه أساتذته سامحهم الله أن القلقلة أقرب إلى الفتح مطلقا أو تتبع ما قبلها. على كلا المذهبين الطالب مسكين متبع ولا يعلم المعنى الشنيع الذي تحول إليه اللفظ فدعوا الله. هل فهمتم ما معنى فدعوا الله؟ نسأل الله العافية. اهتزاء يعني فتح الفم قليلا غير المعنى. فما كان مني وقتها إلا أن أوقفت المتسابق وعلقت، مع أننا في المسابقات لا نصحح بل نقيم القراءة ونرصد الدرجات، لكن الأمر هذا لا يسكت عليه لتعلقه بالله سبحانه وتعالى. إذن الصواب أن نقول فدعوا الله، فدعوا الله، ولا نقول فدعوا الله، استغفر الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ما زلنا نتابع في وبينا مقلقلا إن سكن وإن يكن في الوقف كان أبينا. بعد الفاصل نكمل هذا البيت ثم نشرع في التلاوة المنهجية. بارك الله فيكم. وقبل الفاصل تحدثنا عن أن القلقلة هي اهتزاز للحرف وخروج له بالتباعد بين طرفي عضو النطق دون أن يصاحبه شائبة حركة. نلاحظ على اللوحة التالية التي أمامنا قول إمامنا الجزري الذي ذكرته منذ قليل والتعليق عليه: تقدم الكلام عن القلقلة من حيث تعريفها وآليتها والفرق بين الساكن والمقلقل والمتحرك. كنا قد فرقنا بين هذه الثلاثة عندما شرحنا صفات الحروف، فرقنا بين الساكن والمقلقل والمتحرك. عند قول إمامنا ابن الجزري في البيت 24: صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطب جد واللين. نعم، ننتقل إلى اللوحة التالية التي يقول إمامنا الجزري: وإن يكن في الوقف كان أبينا. هنا أبين أن للقلقلة التي صفة القلقلة ذكر أئمتنا للقلقلة مرتبتين، بمعنى يعني درجتين من الوضوح. أقوى ما تكون القلقلة واضحة عندما يكون الحرف المقلقل موقوفا عليه. لماذا أيها الإخوة؟ لأن الإنسان عندما ينطق الحرف وليس بعده شيء فإن الحرف يخرج مرتاحا. يعني لما يقول أحدنا قل هو الله أحد، أحد الدال خرجت ما بعدها شيء، كسب الباء خرجت ما بعدها شيء، محيط الطاء خرجت ما بعدها شيء. لكن لما يقول الإنسان مثلا حبل من حبل أنا أنطق الباء ومباشرة أهيئ فمي للحرف الآتي. لما أقول يجعلون أصابعهم أقلقل الجيم وأنتقل مباشرة إلى حرف العين. فإذا حرف القلقلة لما يكون بعده شيء حروف أخرى
فإنه يكون مقلقلا، لكن درجة الوضوح تكون أقل بقليل مما لو كان حرف القلقلة موقوفا عليه. لما يكون موقوف عليه ما أحد يقف على نصف الكلمة، إذا لابد أن يكون الحرف الموقوف عليه آخر الكلمة. طيب، والقلقلة التي هي في وسط الكلام قد يكون الحرف في وسط الكلمة، مثل كما قلنا يجعلون، تبتم، وقد يكون آخر الكلمة ولكن لم نقف على تلك الكلمة، كقولنا تعالى لم يلد ولم، لم يلد ولم. يعني لما أقول أنا لم يلد ولم يولد، هنا دالان، دال يلد ودال يولد، اسمعوني، لم يلد ولم يولد، فالدال الأولى بعدها حروف فقلقلتها صغرى ولو كانت هي الحرف الأخير في الكلمة. يولد موقوف عليها، إذن قلقلتها كبرى. فانظروا إلى دقة إمامنا الجزري رحمه الله لما قال وإن يكن في الوقف كان أبينا، ولم يقل وإن يكن الحرف الأخير من الكلمة. بعض إخواننا المعاصرين الذين يتسرعون في التأليف يقولون القلقلة كبرى إن كان الحرف القلقلة آخر الكلمة، وصغرى إن كان حرف القلقلة وسط الكلمة. هذا الكلام غير دقيق ولم يذكره الأئمة، وسببه التسرع وعدم استيعاب الموضوع. القلقلة كبرى إن كان حرف القلقلة موقوفا عليه، ولا يكون ذلك إلا بأن يكون حرفا أخيرا في الكلمة. والقلقلة صغرى إن كان حرف القلقلة وسط الكلمة، مثل يجعلون، تبتم، يقطع، أو الكلام وسط الكلمة أو وسط الكلام. قد يكون آخر حرف في الكلمة ولكن وسط الكلام. ما قلته نراه على اللوحتين التاليتين مع الأمثلة لذلك. نرى على اللوحة التي أمامنا مراتب القلقلة. للقلقلة مرتبتان كبرى عند الوقف على الحرف المقلقل، نحو الفلق، محيط، كسب، بهيج، أحد. في السطر الأول وضعت لكم حروف القلقلة كلها قطب جد، وهي حرف أخير في الكلمة مخفف. وفي السطر الثاني وضعت لكم 4 من حروف القلقلة، وهي حرف أخير في الكلمة مشدد، وليس في القرآن طاء مشددة متطرفة. نأتي إلى الأمثلة في السطر الثاني. حق، لاحظوا بأن القلقلة للقاف الثانية وليست للقاف الأولى المدغمة. حق هذه قاف مدغمة، ق هذه هي القاف الثانية المقلقلة. حق. وتب، الحج، أشد. هذه هي الأمثلة للقلقلة الكبرى. أما ما نرى الآن على اللوحة فهي المرتبة الثانية للقلقلة، وتكون القلقلة صغرى متى؟ إذا كان الحرف المقلقل وسط الكلمة أو الكلام، نحو السطر الثاني نرى يقضي، هنا حرف القلقلة وسط الكلمة. يطعم وسط الكلمة. يبصرون وسط الكلمة. وتجعلون كذلك الأمر. يدخلون. إذن هذه الخمسة التي أمامنا تمثل حروف قطب جد كلها وهي في وسط الكلمة. الآن هذه الأمثلة التي أمامنا هي لحروف قلقلة آخر الكلمة ولكنها وسط الكلام، فقلقلتها صغرى إن وصلنا وكبرى إن وقفنا. هكذا لينفق ذو، لينفق ذو، هنا القلقلة صغرى، ولو وقفت فقلت لينفق صارت القلقلة كبرى. المثال الثاني ولا تشطط واهدنا، فكما نطقتها الآن قلقلتها صغرى، ولو وقفت وقلت ولا تشطط فصارت قلقلتها عندئذ كبرى. كذلك الأمر في المثال الثالث فانصب وإلى، والرابع يخرج من، والخامس قد أفلح.